الخير، نهاركم زين الناس الكل. كنت حكيت معاكم برشا على نادي نابولي العام هذايا، وعلى اللي نجم يقدموا في الشامبيونز ليج الاوروبيه، وعلى مسيرته في البطوله الايطاليه لهذا العام وتصدره للبطوله، يعني بفارق 15 نقطه على صاحب المرتبه الثانيه وهو نادي انتر ميلانو. البارح نادي نابولي الايطالي ينتصر في المانيا على اندرلخت فرانكفورت. يعني فما ناس يقول لك اندرلخت يعني ماهوش مقياس وفريق متواضع، لا اندرلخت هو من اخرج العام اللي فات برشلونه من اوروبا ليج وانتصر عليها في برشلونه بالذات في كامب نو. يعني ماهوش فريق عادي. نادي نابولي قوي جدا صراحة، ويعني أنا نتوقع منه ونتصور أنه باش يمشي لبعيد في الشامبيونز ليج الأوروبية العام هذايا، وخاصة أنه في البطولة الإيطالية يعني تقريبا حسمت يعني مسار البطولة الإيطالية وهو الكامبيون ديتاليا. ونذكركم اللي نادي نابولي يعني من عام 90 يعني آخر بطولة إيطالية كانت لصالح نابولي عام 90، يعني تقريبا أكثر من 33 سنة نادي نابولي، أكثر من 32 سنة نادي نابولي ما حرزش البطولة الإيطالية. يعني نادي نابولي سنة ماهوش نابولي اللي نعرفوه السنين الفارطة، وماهوش يعني فريق متواضع. أنا نتصور منه يعني باش يمشي بعيد في الشامبيونز ليج هذه. شوفوا لا جازيتا اليوم شنو كتبت على نادي نابولي. موسيمان يعني هو نجم إيطاليا حاليا، تقريبا نجم النجوم في إيطاليا، يعني تكتب عليه جميع الصحف الإيطالية. طبعا قيمته التسويقية طالعة برشا، لاعب ممتاز جدا. شفتوا البارح في الشوط الاول كيفاش كم فرصه يعني تقريبا فرديه، يعني هو جاب ضربه جزاء ضيع او سجل الهدف الاول، وزاد عملها سجل الهدف الثاني في التسلل. يعني اللاعب هذايا في ايطاليا في نادي نابولي خاصه يعني يعتبر نجم النجوم حاليا في ايطاليا. اللاعب هذايا نيجيري يعني صغير السن، يعني ممكن في الميركاتو الصيفي يكون يعني على قائمه مبيعات نادي نابولي، خاصه وانه يعني قيمه سوقيه لهذا العام يعني طالع عنده. واذا كان كمل نادي نابولي في الشامبيونز ليج وتمشي لادوار متقدمه، ممكن يكون القيمه التسويقيه نتاعو كبيره برشا، ممكن يجوا من اكبر النوادي الاوروبيه كيما ريال مدريد والا برشلونه والا مانشستر سيتي والا فريق اخر. يعني بالبند العريض هنا مكتوب على نادي نابولي بادروني انكي ان اوروبا، يعني نابولي قادر على اوروبا، نابولي هو سيد اوروبا هذا العام تقريبا. انا نشوف اللي نابولي بصراحه في طريق مفتوح مع اسباليتي في هذا العام انه يمشي لبعيد. يعني انا نتصور يوصل دور نصف النهائي في كاس الشامبيونز ليج الاوروبيه. طبعا البطوله الايطاليه حسمت تقريبا، يعني الفرق 15 نقطه وانتهى الامر تقريبا بالنسبه لنابولي. نابولي كامبيون ديتاليا.